ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم في المنتهى لآدم، وآدم من التراب وإلى التراب، وإنما يتفاضل الناس عند الله جل وعلا بالتقوى بالعمل الصالح بتفاضل ما في القلوب، وإن الذي في القلوب لا يلون الأعمال تلوينا، فمنها ما هو سماوي يتلألأ، ومنها ما هو شيطاني يتفحم، وذلك بذلك ولا يظلم ربك أحدا. إن الأعمال تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب، وكم من مصل قلبه ساجد عند العرش، وآخر ليس له من صلاته من شيء، وإنما هو ضائع في الفرش كأنه الهباءة لا استقرار لها ولا قرار. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال: قدمت مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام قحط شديد، وقد خرج أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقون، يسألون الله السقيا، ويستنزلون برحمات الله جل وعلا الغيث من بعد ما أصابهم القرح ومسهم القحط وعضت معدتهم أنياب الجوع. قال: فخرجت معهم حتى إذا كنا بالخلاء بالمصلى بالصعيد جاء غلام أسود عليه كساءان من خيش، جعل أحدهما إزارا فاتزر به وجعل الآخر على عاتقه، ثم توجه إلى الله جل وعلا بالدعاء فقال: اللهم إن الذنوب قد باعدت الوجوه عن رحمتك، وإن أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرجوا يرجون رحمتك، اللهم فلا تقنطهم من رحمتك، وأغثهم اليوم واسقهم الساعة 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 الساعة. قال عبد الله عليه الرحمة: فما زال يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بغمامها وأرسلت ماءها فانفتح على الأرض كأفواه القرب، وذهبت كئيبا أجر رجلي أحمل همي أحمل ساقي كأني في منفى بعيد، ذهبت فيه الروح بددا، وتكسرت فيه النفس شعبا، وتحطم فيه القلب إلى حطام. فلقيت الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فقال: ما لي أراك كئيبا؟ قال: أمر قد سبقنا إليه، وأمر لم نلتفت إليه. قال: وما ذاك؟
قال فقصصت عليه القصص فشهق فوقع مغمى عليه. إنما هو إخلاص ما في القلوب. اسق ربنا أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعة يا من لا ترد سائلا ولا تخيب راجيا، ولكن باعدت من رحمتك وهي قريب. ذنوب كثيرات متكاثرات، وباعدت من غفرانك وهو حبيب. آثام عظيمات متراكمات، فإن ذهبت فانكشفت فهو الوصل والاتصال برحمة الكبير المتعال، وإلا فهو البعد والانفصال، ولا يظلم ربك أحدا.